طبعا انت عارف معركة ذي قار اللي هي من ابرز معارك العرب قبل الاسلام، اللي وقعت ما بين القبائل العربية والفرس. المعركة دي اتحولت الى فيلم. قصة الفيلم هتبقى بدايتها هند بنت النعمان ابن المنذر، اللي هتبقى اساس يعني القصة. وان هي هتبدأ بان الشاه الفارسي كسرى الثاني كان بيفرض هيبنته على المنطقة، وطلب ان تكون هند بنت النعمان ضمن محظياته، لكن هي رفضت. ومن هنا بتبدأ شرارة تصعيد كبير قلبت الموازين. تتحول الأحداث من خلاف فردي إلى صراع أوسع يمس مصير ممالك بأكملها. أمام هذا التهديد، النعمان بن المنذر ملك الحيرة قرر أن يهرب ببنته إلى الصحراء هربا من بطش كسرى. في العالم الصحراوي القاسي تتغير كل المعادلات، ولا يبقى سوى منطق البقاء والصراع من أجل الحياة. رحلة الهروب بتاع هند ووالدها النعمان بن المنذر بتتطور سريعا لتصبح بداية لمواجهة أكبر تتقاطع فيها مصائر داخل الفضاء الصحراء المفتوح. والحقيقة الفيلم ده عامل ضجة لأنه هو هيبدأ ينزل عرضه هذا الشهر، لأنه بيجمع كوكبة من أبرز نجوم السينما العالمية زي بينكي سينجلي وأنتي ماكي وعائشة هارت، يعني مجموعة نجوم عالميين. وطبعا الفيلم من إخراج روبرت وايت، وشارك في كتابته إيركا بيني، وهو إنتاج مشترك ما بين الام بي سي ستوديوز والاي جي سي ستوديوز والجي بي بيكتشرز. ميزانية الفيلم ده 140 مليون دولار. فيلم محاربة الصحراء ديزيرت ويرر ما بيقدمش التاريخ كما هو، لا، فيلم محاربة الصحراء بيعيد صياغة التاريخ في قالب درامي ملحمي. بتبدأ قصته من قرار صغير ثم تمتد لتصنع صراعا واسعا على السلطة والكرامة والمصير. في النهاية يبقى السؤال: هل يمكن لشرارة واحدة أن تغير مجرى التاريخ؟ الحقيقة الفيلم معمول ممتاز جدا وفي أبطال عالميين. حبيت أقول لك على أحدث أفلام نازلة هذا الشهر، وهو فيلم عالمي. تحياتي.